يعني هو وصل قبلهم ولا الشرطه نفسها معاهم؟ ماما مسكت فيا وقالت لي اجري يا نبيل اجري دلوقتي. جرينا بره العماره في الشارع والناس واقفه بتتفرج مش فاهمه حاجه، لكن مفيش حد بيتدخل. دخلنا اول شارع جانبي قابلنا وهناك وقفنا شويه والتليفون بتاع ماما رن. كانت مكالمه من رقم مجهول. ردت بخوف وسمعت صوت راجل بيقول لو عايزه تعرفي ولادك فين ارجعي البيت لوحدك وما تخليش نبيل معاكي. هي قفلت الخط وبصت لي بعينيها كلها دموع وقالت لي نبيل اخواتك عايشين. انا طبعا كنت متوتر. قلت لها مين كلمك يا ماما؟ راحت ردت عليا وقالت لي الراجل ده شكله خطفه. وبعدها قالت لي الظاهر كده اني لازم ارجع البيت واعرف الحقيقه. في نفس الوقت ده عربيه سودة وقفت عند اول الشارع ونزل منها واحد تاني غير الراجل الضخم بس كان شكله فعلا غريب، ولقيته ماسك في ايده جهاز صغير بيلمع وكان لونه ازرق. رفع الجهاز ده ناحيتي وقال بصوت واطي انت السبب. والنداء بدأ. فجأة الارض بتتهز، النور قطع في المنطقه كلها، صوت صفاره عاليه قوي ملا الشارع، كل الناس بتجري، كله مرعوب، محدش فاهم حاجه، الناس بتجري في كل اتجاه وماما اختفت وسط الناس دي كلها. انا واقف تايه وسط الزحمه دي. حاولت ان انا ادور عليها وسط الزحمه دي لكن كل اللي